اكو سؤال دزيته الي واحد يمكن يسألني، هل الزواج اثر على علاقتك بالامام؟ هذا السؤال مو فقط يوجه للرجال، ايضا للنساء، العفو، يوجه للرجال. ممكن الزوجة تقربك وممكن الزوج يقربك. انا يعني خطبت، قلت لزوجتي، قلت لها ساعديني على ديني واساعدك على دينك. ممكن كثرة المشاكل تبعدك، صح؟ فطرفين يعني في سبيل الوصول الى الطاعة. ترى كان سؤال حلو يعني، ترى جميل. بناء المجتمع يبدي من العائلة، الزوج والزوجة. الزوج عنصر مهم للزوجة يقربها من إمام زمانها، وكذلك الزوجة عنصر مهم للزوج تقربه من إمام زمانه. لازم يدفعون بعض. نعم. على الخدمة، نعم. على أي شيء في عمل حسيني. ممكن هسه أنا يعني ممكن هي مصارحة، أنا مرات ويا أهلي ويا زوجتي نسوي برنامج نقرأ سوا. حلو. فلان كتاب نقرأ سوا، ما بيها شيء، بالعكس اصلا العلاقه توثق اكثر لان ترتبط. انا هم اقول لاهلي، ممكن البعض لا، بالعكس الفائده افضل واولى. يعني انا اقول احيانا لاهلي، اذا اي امر اقوله وما بي طاعه للامام لا تسويه. انا اقول له قد يكون يصدر مني امر بس ما بي طاعه للامام، ببعد لا تسويه. وقولي لي مثلا لا، ما نزه نفسي انا، يعني اخطا وكذا، طبيعي جدا. فالعلاقه الزوجيه اذا ارتبطت مع ال محمد واقترنت تصير اقوى. أزيدك ملا، أنا أعرف في بعض العلاقات الزوجية يقيمون مأتم، مجلس. شنو المشكله؟ إيه؟ انا اسمع يحطون محاضرة أو نعي أو شيء، يقعدون إيه؟ يبكون. انا اسمع ويا زوجتي دعاء الند بس هو ونفشي على الامام. شنو المشكله يعني؟ بالعكس، ليش نطلع الزوجه من هذا الاطار؟ يعني ليش؟ شنو المشكله؟ ليش هاي القبليه بالتعامل؟ اكو اعراف بالتعامل ما قايلين عنها ال محمد. هذه انت راح تنال نظره، ترى انت مجرد نظره رحمه لزوجتك وزوجتك تنظر لك نظره رحمه، يقول ينظر الله لكم بعينه وعين الله هو الامام. انت تنالون نظره مضاعفه صراحه. هي هاي الموده والرحمه. لا تخلون العلاقه عباره عن مشاكل واحتياجات البيت. هذا متنفس احنا ما بنستغليه في العلاقات الزوجيه. اعتبرها صديق. ليش هذا التخفي وتخاف من موبايلك صراحه فشي شفت عد الاجانب احترامهم هسه ما ادري هن زوجاتهم او لا، بس شفته ما يباوع على غيرها. انا راقب ذهني، ما يباوع على غيرها، وهو مو مسلم، مو شيعي، صب نظره بس إلها. البعض للمتزوجين حصرا، حافظ على زوجتك، ليش نظرك يروح باتجاه آخر؟ كما تدين تدان. شيء نطرحها. أمير المؤمنين أعتقد يقول صلوات الله عليه، كلهم نور الواحد، يقول هل يحسبون الذين ينظرون إلى أدبار النساء ألا ينظرون إلى أدبار نسائهم؟ يعني كل عقلك أنت تنظر لأدبار النساء وكذا كذا، فالأمر خطر يعني. فأقول هذه الأمور استثمروها بداركم حتى تصير بركة. أوجه الأمر يعني الكلام اللي يفهم كذلك، أذكر نفسي، خلي تمتزج العلاقة مع آل محمد، يصير الحياة أجمل، يصير الحب موثق. يعني شايف شلون؟ هم لازم ملا يرتقون مع بعض. يعني الزوجة إذا شافت نفسها مثلا كمستوى، كنشاط بالخدمة أعلى من الزوجة، لازم تمسك إيده وتصعده وياها، والعكس كذلك.
هذا مصطفى العوض يتصل علي. انا الله يسعدك. ادري شنو الموضوع. اي سمعتني ولا اخر شيء شنو النقطه اللي قلتها؟ قلت لي انه الزوجه اذا كان سقفها بالخدمه اعلى من الرجل تاخذه يعني تصعده ترتقي به. كذلك نعم، والعكس كذلك الزوج لا تكون عنده انا وما يسمح مثلا زوجته توجه له نصيحه. ليش؟ شنو المشكله؟ او في شغله ملا انه مثلا يقول لا تروحين اليوم مجلس، لا تروحين حسينيه، قاعدين اثنين جاب لعيالك. زين، لازم يكون في تنسيق بينهم، صحيح يصير تفاهم على هذا الموضوع، صحيح حتى ما صحيح. تحرمها من حضور مجلس عم الشهاده، وهم ما تقصر ببيتها. والله انا احيانا مثلا اهلي من تسالني تقول لي اروح زياره كذا، اخاف يعني اخاف امنعها حتى وين كنت. اخاف اقول هذه دعوه من الامام وقد يكون انا اكون سبب في رد الدعوه، فاخاف.